لوحة فنية رسمها الملك المصري عمر مرموش على أراضي الاتحاد، ويضع بصمته ويثبت حضوره ويثبت صحة ورجاحة عقل غوارديولا في اختياراته. غوارديولا الذي واجهته الجماهير بصافرة الاستهجان وشرعوا بالصراخ عليه مطالبين برحيله بسبب الموسم الصفري الكارثي الذي قدمه، ولكن سرعان ما قلب الملك المصري هذه الموازين، وهذا ما سنوضحه لك في هذا الفيديو. وسنريكم ماذا حدث بين جماهير أستون فيلا ومان سيتي، وكيف كسرت توقعات جماهير أستون فيلا. فقبل البداية نرجو منكم دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. في المواجهة الأخيرة بين مانشستر سيتي وأستون فيلا افتتح الملك المصري التسجيل، وقام بمراوغة المدافعين على طريقة محمد صلاح، وكما ترون قام بصناعة تمريرة إلى برناردو سيلفا حيث قام بتسكينها الشباك، محتفلا احتفالا فرديا تماما دون أي لجوء لصاحب المجهود والذي سلمها له منفردا أمام المرمى، وهو المصري عمر مرموش. وأيضا لم يتم احتساب هذه الكرة كتمريرة مساعدة، لأنها ارتطمت بقدم مساعد أستون فيلا وتم تغيير اتجاهها بعض الشيء، وهكذا قام السيتي بتسجيل الهدف الأول، وأخذت عيون جماهير السيتي تبرق بالأمل. وكما ترون كيف واجهوا جماهير أستون فيلا بالإشارات ثقة منهم بالفوز وثقة بقدرات فريقهم، وتتوالى أحداث المباراة، ولكن يفجع السيتي بركلة جزاء أحيت الأمل في عيون جماهير أستون فيلا، وصاروا يطمعون في العودة. ويمكنكم سماع ما قاله أحد جماهير أستون فيلا. كما رأيتم الأمور معه تخطت حاجز الأمل، بل وقبل تسديد الركلة تيقن أن فريقه عاد للمنافسة وأن النتيجة تعادلت، وبالفعل تم تسديد الركلة من ماركوس راشفورد الفتى الذي جاء من مانشستر يونايتد ليسجل في شباك مانشستر سيتي. ولكن لم يكن هذا كل شيء، لأنه وبعد توالي أحداث المباراة وظنا منا بأن المباراة ستنتهي بتعادل سلبي ويتم تحقيق بعض من آمال جماهير أستون فيلا، وفي آخر دقيقة في المباراة قدم جيرمي دوكو هدية جميلة لمانشستر سيتي، حيث قام بالمراوغة وقام بتمريرة بقدمه الخارجية إلى ماتوس نونيز الذي نجح في إسكانها الشباك، وكانت بمثابة الصاعقة. مشاعر مختلطة انفجرت في الملعب. مدرب أستون فيلا يغلق عينيه في صمت وكأنه لا يصدق عينيه، ولم يستطع أن يستوعب ما حدث. جن جنون غوارديولا وأخذ يقفز كالمجنون ولوح بأيديه في كل مكان. جماهير مان سيتي أخذت بالرد على جماهير أستون فيلا في توقعاتهم، وتنتهي هذه المشاعر كلها بصافرة الحكم، حيث ذهب غوارديولا لاحتضان مرموش وكأنه هو من سجل الأهداف، واعترافا منه على مجهوده الكبير في المباراة. أما أنت عزيزي المشاهد فنرجو منك أن تعترف بمجهودنا في هذا الفيديو، وأن تضع لنا إعجابا للفيديو وتشترك في القناة ليصلك كل جديد. إلى اللقاء في الفيديو القادم.